إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم، وصراحة هذا الخبر كان يوم أمس، لكن من المهم أننا نتحدث في الموضوع. الكود مرتزقة البوليزاريو أبلغ الأمم المتحدة رسميا على المستوى الرسمي بأن المرتزقة يرفضون الحكم الذاتي ويرفضون المفاوضات ديال الطاولة المستديرة، وقال لك ودي تشكاو للأمم المتحدة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لأنهم اعترفوا بمغربية الصحراء ولأنهم يعملون من أجل إغلاق هذا الملف. نعم متابعينا الكرام، المرتزقة البوليزاريو قال لك أبلغت الأمم المتحدة أنهم كيرفضوا الحكم الذاتي وكيرفضوا الطاولة المستديرة، وأنهم كيتشكاو من فرنسا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يشتغلون لإنهاء هذا الملف. مزيان، هادشي اللي بغينا، هذا هو المطلوب. أنا هادشي اللي كنت كنتمناه، وهذا ما كنت أريده، وهذا ما كنت أطلبه، وهذا التعنت هو الذي أرغب به، سواء من طرف نظام حضارة الجزائر ولا من طرف المرتزقة ديال البوليزاريو. علاش؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عطاتهم جوج حلول اللي كنا تكلمنا عليهم سابقا. الحل الأول تقبلوا بالسيادة المغربية، مبادرة ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إغلاق هذا الملف، إنهاء هذا الملف، السلام عليكم. الحل الثاني وهو التعنت، هو اللي كنشوفوه الان. حنا كنشوفوا دابا النظام الجزائري والمرتزقه يتعنتون وجالسين كيديروا فيها السنطيحه، وهادشي اللي بغيت. علاش انا هادشي اللي بغيت؟ لانه في هذه الحاله ما كاين لا حكم ذاتي، وفي هذه الحاله غادي يكون تصنيف البوليزاريو كتنظيم ارهابي، وفي هذه الحاله غادي يكون تصنيف الجزائر كدوله راعيه للارهاب، وفي هذه الحاله تقدر تكون فيها حتى عقوبات اقتصاديه على نظام حضاره الجزائر. وصدقوني انا اقولها واكررها، في حاله ما تم فرض عقوبات اقتصاديه على الجزائر، النظام الجزائري سينهار في اول اسبوع. لانه الا كنا الان ما كاين لا عقوبات على الجزائر ولا والو، وهما جالسين كيصدروا في النفط والغاز، والحاله الاجتماعيه داخل الجزائر كارثيه، الاقتصاد الجزائري كارثي لابعد الحدود. الازمه ديال البنوات، الازمه ديال العجلات، الازمه ديال البطاطا، الازمه ديال البنان، الازمه ديال القرعه على اضحيه العيد. راكم شفتوا هذاك الفيديو، القرعه على اضحيه العيد، شي حاجه ما كتدخلش العقل. الازمه ديال الكهرباء، الازمه ديال الماء، الازمه ديال هادشي بلا حرب بلا عقوبات بلا والو. فتخيلوا معايا الا تفرضت على الجزائر العقوبات كيفاش غادي يكون الوضع. فهادو هما جوج الاحتمالات اللي كاينين. ما بغيتوش الان الاحتمال الاول، اجوا سيدي الاحتمال الثاني، ماشي مشكل. والاحتمال الثاني غادي يكون فيه الفرض ديال الواقع بالقوه، بما في ذلك اغلاق الملف ديال الصحراء المغربيه في الامم المتحده بالقوه، بالبند السابع. البند السابع هو ان مجلس الامن الامم المتحده كيفرضوا الحل، صافي ما بقاش الهضره. وشكون اللي كيكتب القرارات مجلس الامن؟ شكون يا بوصبع اللي كيكتب القرارات ديال مجلس الامن؟ الولايات المتحده الامريكيه هي اللي كتكتب القرارات، هي صاحبه القلم. الولايات المتحده الامريكيه هي صاحبه القلم ديال القرارات ديال مجلس الامن فيما يتعلق بقضيه الصحراء المغربيه. الولايات المتحده الامريكيه قبل ايام ولا قبل اسابيع قليله كانت واضحه: نعترف بالسياده المغربيه على الصحراء ولا حل خارج السياده المغربيه. مساله واضحه، بغيتوا ما بغيتوش، ارى لي الدكديك شنو فيه؟ التصنيف الارهابي وفيه العقوبات وفيه الروينه كحله. ياك ما صحاب لكم بانكم بداك التخربيق ديال التعبئه العامه ودير مناوره هنا ومناوره هنا غادي تخلعونا ولا غادي تخلعوا الامريكان، راه كتضحكوا على راسكم بديك الخرده السوفيتيه الصديئه، راه جالسين كتضحكوا على راسكم. راه غادي ديروا شي حماقه غادي تكون نهايه نظام حضاره الجزائر. وهما عارفين هادشي، على داكشي هما ما قادرين يديروا والو، هما فقط كيديروا في الاستعراضات الخاويه. حقا نديروا مناوره لهي، نديروا الاستعراض هنا والاستعراض لهي والتعبئه العامه وما عرف شنو الهضره الخاويه. راه هادشي كامل ما يقدروا يديروا منه والو. خصكم تعرفوا واحد القضيه، النظام الجزائري نظام خواف لابعد الحدود، ويخاف على المنصب ديالو، كيخافوا على الكراسي اللي عندهم في الزريبه ديال الجزائر، المناصب اللي عندهم والفلوس اللي جالسين كيخزنوها في الابناك ديال سويسرا وما الى ذلك. هادشي اللي كيخافوا عليه هما. اما الحرب وندخلوا يتحاربوا وما الى ذلك راه كتبقى غير. شوفوا، من يدعي القوه يموت ضعفا، والكلب اللي كينبح ما كيعدش. هذا الشعارات هذو تنطبق حرفيا على نظام حضاره الجزائر. سيرينا الان الى اين نحن ذاهبون؟ الولايات المتحده الامريكيه كانت واضحه، عطات مهله لنظام حضاره الجزائر وللمرتزقه، عطاتهم مهله، يا اما ديروا داكشي اللي بغينا يا اما الدكديك. والدكديك في اشكال متنوعه من القرارات اللي تقدر تجي من دونالد ترامب وغادي يدكدكوا بها نظام حضاره الجزائر والمرتزقه. وبالمناسبه دونالد ترامب يقول على انه غادي يقوم بزياره الى افريقيا، من المحتمل جدا ان يقوم بزياره الى المغرب، محتمل جدا ان يقوم بزياره الى المغرب، خصوصا وان ايلون ماسك
سبق واعلن بانه غادي يقوم بزياره الى المغرب. الجوله ديال ايلون ماسك في افريقيا تشمل المغرب، تشمل 3 دول، المغرب، كينيا، وكيب الغربيه. كيب الغربيه هو الاقليم الذي يسعى للانفصال على جنوب افريقيا. تعرفوا بان هذا السنه هذه ان شاء الله باذن الله غادي تكون كارثه عليكم يا حضاره الجزائر، وكما قال عطاف الامور لا تبشر بالخير. الامور لا تبشر بالخير. فعلى كل، المغرب اليوم في واحد الموضع ديال القوه اللي هو غير مسبوق في هذه القضيه، قضيه الصحراء المغربيه. واهم من يتخيل بان المغرب صبر هذه المده هذه كامله باش يعطي الصحراء ديالو في نهايه المطاف. واهم من يتخيل بان المغرب غادي يفرط في شبر واحد من صحرائه ومن اقاليمه الجنوبيه. وواهم من يتخيل بان باستعراض الخرده الروسيه راه غادي تبدل شي حاجه على المستوى الدبلوماسي. النظام الجزائري واكل العصا على المستوى الدبلوماسي وكيحاول على انه زعما يخلق الضغط عن طريق راه نقدروا زعما نرونوا المنطقه. راه حاجه واحده اللي غادي ترون هي الجزائر. حاجه واحده اللي غادي تسهل، الاسعار ديال النفط هي طاحت، الاسعار ديال الغاز هي غاديه وكطيح، والعجز ديال الموازنه في حضاره الجزائر كارثيه، والدوفيز ما بقاش. واليوم بالضبط السعر ديال العمله في السوق السوداء في الجزائر غادي وكيطلع. الى اين انتم ذاهبون لمصير اسود يوم سخط الوالدين. وباذن الله وان شاء الله غادي نشوفكم مشتتين مقسمين. نفس الشيء اللي كنتوا بغيتوا ديروه المغرب غادي يوقع لكم نتوما باذن الله بطبيعه الحال. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.